يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفتوا العنوان مال الفيديو؟ إذا أنت ما تحب السعودية نصيحة إلك لا تدخل وتشوف هذا الفيديو. ليش؟ لأن إحنا تعلمنا بمواقع التواصل الاجتماعي كلها، تعلمنا المحبة، تعلمنا الاحترام. فأنت إذا تحس نفسك ما عندك قابلية على الحب وماكو في قلبك محبة للمملكة العربية السعودية، أرجوك لا تدخل بقناتي، لأن أنا حتى دا أفكر أغير اسم القناة، أسوي قناة المحبة. ومن خلال هالشي هذا أنا أدعو الميليشيات بالعراق وكل الناس أن يدخلون دورات محبة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يتخلصون من أمراض الكراهية وتسود حياتهم المحبة ويعيشون عيشة مرتاحة. فاليوم راح نشوفكم شلون راح نحكي بمحبة عن المجتمعات الإسلامية، وهنا أنا أريد أعتمد مبدأ المقارنة بين حالات معينة. ليش نريد نقارن؟ احنا بالمقارنة بين شيئين راح نتعلم وراح نستفيد، بينما إذا نظل بس نباوع على وجهة واحدة ما راح نتعلم وما راح نستفيد. بينما لما أقارن بين هالشي هذا وأقارن بين هالشي هذا راح أشوف صفات ومزايا هالشي هذا، وراح أشوف صفات ومزايا هالشي هذا، راح أشوف هذا الشي بمحبة لو ما بمحبة، وراح أشوف هذا الشي بمحبة لو ما بمحبة. لأن تعرفون إحنا المحبة لازم تسود الحياة حتى نرتاح وتصفى قلوبنا. وشكرا لجميع مواقع التواصل الاجتماعي، وشكرا للموظفين اللي علمونا شلون نحب وشلون زرعوا هالشي الغريزي هذا بقلوبنا، المحبة. ماكو أحلى من المحبة. تعالوا اليوم أنا أريد أحكي بكل محبة عن المملكة العربية السعودية من خلال اهتمامها بالشهداء، الشهداء اللي هم يضحون من أجل أوطانهم. وبصراحة أريد أختصر لكم الموضوع. أنا شفت أشياء حلوة بالمملكة، شلون يهتمون بأسر الشهداء وشون يدعموهم، بل مو بس شهدائهم وإنما الملك سلمان حتى يهتم بشهداء مصر وشهداء فلسطين وشهداء اليمن، ودعاهم إلى أن يحجون بيت الله الحرام على نفقته. بس تعالوا نريد نشوف شلون الحكومة السعودية تهتم بشهدائها من خلال فيديوهات بسيطة، وإحنا نريد نتعلم كيف إنه مجتمعات مختلفة تعامل مع حالة واحدة، واللي هي حالة الشهداء بالأوطان. تعرفون كل الأوطان تحترم شهدائها وتحبهم، ولكن احنا نريد نشوف نسوي مقارنة منو يحب الشهداء مالته أكثر. شوفوا الفيديو مالته كله احنا نحكي بالمحبة، عاشت المحبة. تعالوا نشوف الفيديو الأول ونشوف المحبة مالت الحكومة السعودية لعوائل الشهداء. مواساته لأسرة الشهيد العقيد ركن عبد الله بن محمد السيار رحمه الله، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الإشراف على عمليات إعادة الأمل لليمن، فيما عبر إخوة وأبناء الشهيد عن الشكر لسمو الأمير محمد بن سلمان على اهتمامه ومواساته لهم، مؤكدين فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين البطولة والشرف، داعين الله أن يحفظ الوطن من كيد الكائدين ويديم عزه وأمنه. هذا الرجال وهذه الزلم اللي تحترم حرمة شهداء وطنها برعاية أبنائها والتزامهم. ولكن هذا الشيء مو غريب طبعا عن ولاة الأمر بالمملكة العربية السعودية. دائما احنا شفناهم شلون يتعاملون مع شعبهم، انه المواطن السعودي له هيبة واحترامه في كل بلاد العالم. هذا اللي أنا شفته واللي أشهد به. وعندي فيديو ثاني أريد أبين به شلون ولاة الأمر بالمملكة العربية السعودية يحترمون عوائل الشهداء وينطوهم من وقتهم، واللي هو فد شيء بسيط للتعبير عن الامتنان من مواقف أبنائهم في حماية الوطن. تعالوا شوف. وإن راح منكم أب أو أخ أو ابن، ترى الملك وأنا وكل الشعب السعودي محل الله يسلمكم، وواجبنا أن نكون جزء من أسرتكم بعد ما فقدتوا شهدائكم في حماية الوطن ومقدراته وأمنه ومقدسات المسلمين. طول عمر الإنسان بدون وطن وبدون أمن وأمان وبدون كرامة وعز ما له قيمة. الله يطول عمرك. وحنا يا أهل المملكة العربية السعودية قبائل وأقاليم عشنا بكرامة وعز طول حياتنا، ولم نتعود لا على نقص أو على إهانة أو على عدم أمن. ما راح منكم إن شاء الله أن الملك وأنا إن شاء الله والشعب السعودي يسدون محل اللي فقدتوهم. الله يطول عمرك. إن كان فينا طيب فهو من طيبكم، كما تكونوا يولى عليكم. إن كانكم طيبين نبي نصير طيبين. الله يطول عمرك، وطيبنا من طيبكم. الله يعزكم. أنا ودي أختم عمرك، فقط اعتبروني محل الأخ ومحل الابن، وإن كان صغير لكن اعتبروني محل الوالد. الله يطول عمركم، وأي شيء نقدر نقدمه احنا في شوفه. الله يسلمكم. هذا التواضع
اللي يصدر من ولاة الأمر ما يدلل إلا على شخصية المسلم اللي نشأت في بلاد الحرمين. تواضع من ولي العهد ويعبر عن امتنانه لعوائل الشهداء ويتعهد بأنه هو والملك يسدون مكان أولادهم اللي فقدوهم بالدفاع عن أوطانهم. ولكن الحلو أنه مثل ما قلت لكم الملك سلمان ما راح فقط برعاية عوائل شهداء المملكة، وإنما حتى عوائل فلسطين ومصر واليمن، ودعاهم بوجبات أن يحجون بيت الله الحرام على نفقة المملكة. بصراحة الفيديوهات كثيرة للوفود اليمنية والمصرية والفلسطينية، وجبت لكم مقتطفات حتى تشوفون بعينكم. بل وذهب اهتمام المملكة والملك سلمان حتى على ذوي شهداء الحادث الإرهابي اللي صار بمسجد في نيوزيلندا إذا تتذكروا. تعالوا شوفوا الفيديو هذا. في ظل التوجيه الملكي باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز باستضافة 1000 حاج وحاجة من أسر شهداء رجال الجيش والشرطة المصريين. لا شك أن هذه اللفتة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تعالى، والتوجيه الكريم في استضافة ذوي الشهداء والمصابين من الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا يدل دلالة كبيرة وعظيمة على عناية خادم الحرمين الشريفين واهتمامه يحفظه الله تعالى بأبنائه المسلمين في هذه الأرض. شفتوا هو هذا التزام المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين، مو بس اتجاه مواطنيها وإنما اتجاه كل المسلمين بالعالم، وهذا شيء يشكرون عليه. وندعو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد الحرمين ويوفق ولاة أمرها لما يحب ويرضى. وبصراحة أنا كعراقي هذا الشيء ما شفته كلش غريب علي. ليش؟ لأن احنا عشنا حرب وشفنا كيف كانت الحكومة العراقية تتعامل مع ذوي الشهداء. وكلكم تتذكرون العراق كان عنده يوم 1/12 اللي هو يوم الشهيد. هذا يوم الشهيد ليش اختاروا هذا اليوم؟ لأن كانت اكو معركة لبسيتين إذا تتذكرها مع إيران، وأسروا عدد كبير من العراقيين. قوات الجمهورية الإسلامية قابلت الأسرى العراقيين بالمحبة، كذلك العراقيين قابلوهم بالمحبة، بحيث أعطوهم عيونهم، أعطوهم إيديهم، رجليهم، أعطوهم حتى إذاناتهم، أعطوهم رؤوسهم. حتى يعني اكو عراقيين من الأسرى دولة تبرعوا وقالوا لهم اخذوا عيوننا من المحبة باعتباركم انتم الجمهورية الإسلامية. ولهذا السبب حدد يوم 1/12 هو يوم الشهيد، والعراقيين يتذكرون ويعرفون هاي المآسي اللي صارت بهالحروب هذه. ولكن احنا لازم نحكي بمحبة خصوصا عن الجمهورية الإسلامية في إيران على مواقع التواصل الاجتماعي. عليه احنا هسه راح نتوجه ونشوف المقارنة. راويناكم في بلاد الحرمين كيف يتعاملون مع عوائل الشهداء، كيف يحملوهم على أكفف الراحة، وشلون يتعهدون برعاية أولاد الشهداء. أنا اليوم راح نقارن هاي التجربة بكل محبة مع العراق الخاضع تحت حكم المرجعية من عام 2003. احنا نريد نراويكم بالمحبة هاي التجربتين، فأنت اختار شوف أيه التجربتين، كتبوا لنا بالتعليقات أي التجربتين أفضل، أي التجربتين ممكن تستفيد منها، أي التجربتين ممكن أن تطبقها إذا باكر أنت صرت رئيس جمهورية أو ملك أو أمير، ما ندري. شوف الله ايش قاسم لك. الآن هسه احنا جبت لكم فيديوهات بصراحة عن تجارب صارت أمام الشعب العراقي وشفناها بالتلفزيون، بس احنا هنا نريد نأكد عليها. تعالوا شوفوا. يساوموك أنه بالزواج المتعة أو ساوموك بأشياء أخرى وانت رفضتي؟ اكيد اي رفضت، انه ساوموني بالتليفون شيوخ عمايم خطاحه بعمايمهم. يعني انت مو شيماء اللي عندك شهاده وتبيعين ورد؟ مو خريجة شنو؟ نعم. خريجة شنو؟ اداره واقتصاد محاسبه. بس فهميني من اللي ساومك وقال لك تزوجين متعه يلا عينك؟ رحت انه انا ما اجيب بالاسماء، بس هذول صاحبين العمايم اللي بالكاظميه قدمت على المفتشيه افتش بالكاظميه، ساوموني ازوجك متعه على ابو اني تعاي شو اسمه هذا السر الزواج اللي الله يطيح حظه طلع لنا اياه حش السامع. ورحت والله للي شو اسمه هوايه راجعت على دوائر يقولوا لي هم هذول الضباط والعقداء همين صحب نجماتهم، يقولوا لي ليش ما تتزوجينه؟ ليش ما كذا؟ هواي يحاربوني. ترى دوله طايحه حظها، احنا كلها هسه المصير بيدينا، كل ابو كبير رجله ويخليه حمايه وياه. ليش ما هذا عرضك؟ مو هذا شرفك؟ ليش تساوم بنتك او اختك تعطيها لفلان على ابو انه بفلان دوله؟ او ليش؟ حرام
حتى الله ما يقبلها. انتم مالكم لا صلاه ولا صوم. سكتنا كافي، صاحبنا ما عندنا. عراقيه انا اتمنى يعني خرب جنسيتي العراقيه، اتمنى اروح الدوله، اروح اطلع من جنسيتي. أنا أعتقد هذه مدسوسة، لأنه قالت في كلمة بصراحة، قالت مع احتراماتي الجنسية العراقية. معناتها شنو؟ والله بصراحة أنا على الحكي سمعته أنا استحي أقول عراقي والله العظيم، لأن العراقيين ترى صدقوني مو بهالمستوى. وبزمن البعثيين ذول اللي بس مو البعثيين مال بشار الأسد، هذول تقات البعثيين مال بشار الأسد. البعثيين العراقيين هذول مو زينين، ذول خارج شو يسموها، خارج التغطية. فكانت العراقية محترمة ومصانة وبكل العهود، مو بس أنا ضربت مثال على البعثيين، بكل العهود. ولكن بعد 2003 قمنا نسمع الكثير من هذه القصص. وأنا بصراحة يعني أريد أوضح لكم بكل محبة، أنا استعينت في فيديو لمعمم، هذا المعمم محترم جدا ودي يذكر الحقيقة بتفاصيلها، فإحنا نحترم المعممين. وخلينا نشوف نسمع رأي هذا المعمم شو يقول. إخواني، الأمم تعتز بشهدائها يا شباب، يا أصحاب الغيرة، يا أصحاب المروءة، يا أصحاب الحمية. الأمم تعتز بشهدائها، رفعت رأس شهدائها. ليش؟ لأنه الدم أثمن الأثمان. من تروح زوجة شهيد راح زوجها من أجل هذا الوطن، تروح لمؤسسة رسمية تدخل يساومها المسؤول، ما أكمل المعاملة إلا تنطيني نفسك بهالاصطلاح هذا. الله أكبر، ما كمل لك المعاملة إلا تنطيني نفسك. هاي معمم هذا وعمامته سودة، ترى هذا سيد جد رسول الله، يعني ما يكذب الرجال. هذا لو ما متأكد من الموضوع ما يجي يحكي على المنبر. هذا المنبر الحسيني يشهد عليه يوم القيامة إذا هو ده يكذب. ولكن أني بصراحة أريد أكد كلامه من خلال فيديو آخر لعراقية شاهدة على هذا الموضوع. تعالوا خلينا نشوف ونكمل وراها. حتى يسامون النسوان، نسوان الشهداء يسامونهن على شرفهن بالتقاعد. يشوفها حلوه يقول لها خلي رقمك وبعدين اخابرك على مود يعطيها تقاعد. عيب، لا هو من راح جاهد وراح الموصل وراح هاي الرمادي ومات، غير على مود يديرون بالهم على جهاله. صدام حسين كان يعطي سياره وبيت مرت الشهيد وحقوقهم مضمونه بالرعايه. يعني هسه ماكو. يشوفها حلوه وقال لها خلي رقمك وبعدين تجيني، يعني ما يصير. أم مرت الشهيد يسمونها على عرضها. هاي مال الرعاية ما يطول النسوان الحلوات يسمونها على عيب. يما عيب، خلي يستحون. مثل ما شفتوا هذه الأم العراقية شاهدة على الحال هذا ودا توصفه وصف دقيق. وبصراحة لما قالت صدام حسين الله يرحمه كان ينطي سيارات وبيوت للعوائل الشهداء، والله أني شاهد على ضابط عراقي استشهد وكان عنده زوجات 2، وهذول الزوجات 2 عهدت الحكومة العراقية بيهم وبأطفالهم وملكوهم لبيوت وستروهم. هاي كل الدول هيك تحافظ على رعاياها وهيك تحافظ على أولاد شهدائها اللي ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن. بس أنا بصراحة شوية أريد أقدم اعتراضي على هذه الأم العراقية. قد صار عندها لبس بالموضوع، لأن بصراحة أنتم كلكم تعرفون السيد علي السيستاني دام ظله الشريف، يعني هو أب روحي للعراقيين، كل العراقيين بمختلف أطيافهم، المسلم والمسيحي والسني، السني أنفسنا تعرفون، والشيعي، كلهم ذولا هم يعتبروه الأب الروحي لهم. السيد علي السيستاني أفتى فتاوى بهالموضوع هذا من أجل أن يسهل هالأمور هاي. تعالوا شوفوا، هاي تشوفون هاي الفتوى الأولى ورايا، يعني سهل الموضوع. يعني أكو بعض الناس تختلف وجهات نظرهم، مثلا سألوه أفتى فتوى بهالخصوص هذا، قال لك هل يجوز أن تمتهن المرأة أو الفتاة زواج المتعة كمهنة ضمن الضوابط الشرعية، يعني تعيش منها وتتكسب من خلالها؟ يعني قال معطوط ضمن الضوابط الشرعية فجائز تمتهن هذه المهنة. فهو دا يريد يساعد زوجة الشهيد ودا يريد يسهل الموضوع عليها، بأنه إذا ما تلقى شغل أو الحكومة مثل ما شفتوا ما ساعدتها تقدر تروح تمتهن هاي المهنة. واعتقد هاي المهنة تدر الكثير من المال. بل والسيد علي السيستاني ذهب الى ابعد من هالشيء هذا، سهل الموضوع الى انه تشوفون هاي الفتوى الاخرى اللي هي رقمها
194 قال لك هل يجوز انه تتزوج بدون شهود؟ سهل الموضوع يابا، حتى هم بدون شهود، بس المهم تعيش هاي المرة اللي ما لها احد يعينها ويساعدها، والحكومة قاعد تبتزها في شرفها، فجوز لها الموضوع حتى يصير سهل عليها. بس شنو رأيكم؟ وراح الى ابعد من هالشي هذا من اجل ان تستثمر الممتهنة لزواج المتعة وقتها وما يروح هدر. اجاز ان يتعاقب على هذه المرأة 10 رجال، مثل ما تشوفون هاي الفتوى اللي احنا ذكرناها سابقا. ممكن توفر الوقت خلال ساعتين 3 10 يتعاقبون وفق ضوابط شرعية طبعا. هيك حالة خلال 3-4 ساعات ممكن ان تجمع مبلغ ممتاز. يعني أنا بصراحة هذه الأم العراقية السمع لها يجوز ما افتهمت الموضوع، ولكن أنا أدعوها إلى أن ترجع إلى فتاوى السيد علي السيستاني حتى تتفهم الموضوع أكثر وما تاخذه بحساسية. فمثل ما شفتوا أنا اليوم سويت لكم مقارنة تقريبا ما بين تجربتين لمشكلة واحدة، وهي عوائل الشهداء. عوائل الشهداء هذا مشكلة، واحد مجرد أن ينظر لهم قلبه ينعصر. فقارنت لكم ما بين يعني تقريبا دولتين أو مجتمعين، وأنتم لكم حرية الرأي ولكم تختارون أي مجتمع تتمنون تعيشون به. شفتوا شلون حكينا عن الموضوع بكل محبة؟ أتمنى كلكم تحبون بعض مثل ما أني هسه موظفين التواصل الاجتماعي يحبوني حب ما تقدرون تتصوروه، بحيث يسهرون الليل من أجل أن يشيكون فيديوهاتي كلمة كلمة، بل وإلى درجة إذا استشهدت الفيديو مال شخص ميت يجيني من عند اعتراف. فهي هذه المحبة. نتمنى إن شاء الله وصلت الفكرة، ونشوفكم ما نقول فيديوهات جديدة، نشوفكم بمحبة جديدة. سلام عليكم.